وصفتنا اليوم الحريرة المغربية. شوفوا شكلها يا سلام. شوف الطريقة. أول شي حمست البصل مع الكرفس وشوية سمن لأن الخضار يذبل. أنا عندي لحمة هبرة قطعتها لمربعات ونزلها أحمسها مرة كويس لأن تغير لونها. بعدها أضيف عصير طماطم ونص ملعقة معجون طماطم وأحرك لين الكشنة تتسبك. بعدها أضيف العدس المغسول المنقوع وشوية من أوراق الكرفس. بعدها أنزل البهارات بكتب لكم هي، وصب الموية الحارة. شيل الزفرة اللي طالعة من اللحم. نزل الحمص المسلوق الجاهز وغطي القدر. أخلي الشوربة تطبخ لأن اللحم يستوي. بعد ما استوى اللحم شوية شعيرية. هنا عندي ملعقة دقيق مع شوية موية وأخلي الشوربة تطبخ لأن الشعيرية تستوي. آخر شي ننزل شوية كزبرة وبقدونس وهذه الشوربة عندنا جاهزة. يا سلام. نغرفها في صحن التقديم. شوفوا شكلها. نزين الطبق وبالعافية.